شفت التريلر بتاع مسلسل الغاوي؟ انا اتتمت وانا عندي 7 سنين. ابويا وامي ماتوا في نفس اللحظه، تقريبا كانوا بيحبوا بعض قوي. في المسلسل ده احمد مكي عمل شخصيه شبه شخصيته الحقيقيه، او هي شخصيته الحقيقيه. احمد مكي من منطقه شعبيه والبطل من منطقه شعبيه. البطل غاوي تربيه حمام، ودي نفس شخصيه احمد مكي، لانه قال قبل كده انه بيحب تربيه الحمام. عارف ان اول صوت انطقه في حياتي كان صوت الحمام قبل الكلام. انت لازم تعمل دوكيومنتري عن الطيور. انا الطيور كلها انا بعشقها، يعني عن تجربتك مع الطيور. انت لازم يعني يبقى عندك كده براند، يعني ما انا عاشق ليهم لدرجه لا تتخيليها. انا بس احلى حاجه بقى الرساله اللي هو وصلها في الاخر، ان انا مش علشان شعبي لازم اتكلم بالطريقه واطجن في الكلام واقول حاجات بالقافيه والوزن. وانا يعني عشان شعبي لازم اكون بطجن ومجعبد وشي بقول لك انا تعبان بعد اذن الدنيا. مش لازم، بني ادم طبيعي قدامك اهو. احمد مكي مش بس بيغير جلده وقلع عباية الكبير، لكن كمان بيثبت ان الفنان الحقيقي لازم يكون له وجهة نظر، وان دوره مش بس يركب الترند ويشوف ايه اللي نجح ويكمل عليه، لكن دوره انه يغير فكرة المجتمع عن شخصيات بعينها. انا بشوف انها رسالة قوية من احمد مكي لممثلين كتير زي محمد رمضان وكل الممثلين اللي مشيوا على نفس النهج بتاعه، زي عمرو سعد ومصطفى شعبان ومحمد رجب. كل اللي اعرفه ان هعمل حاجة جديدة نوفي. احمد مكي مش بس جاي يغير وجهة نظرنا في شخصية البطل الشعبي، احمد مكي مش جاي يركب على الترند، احمد مكي هو نفسه ترند.